احلى مسا على اخواتي وحبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير وصحة تملي يا رب. احمد فتوح خلاص، احمد فتوح ضاع يعني بايده، ضيع نفسه بايده. احمد فتوح زي ما قلنا في الفيديو اللي فات في النتائج طلعت ان هو ايجابية، بيشرب مخدرات، كان شارب في وقتها مخدرات اللي هي مادة الحشيش، وكمان كان موجود معاه حرص حشيش. ف بقال الله للأمير الشرطة، أهل الأمير الشرطة اللي توفى، بقال الله ربنا يعدي عليكم كوديت على خير، وإن شاء الله كرب أحمد فتوح تفك يعني، وإن شاء الله يرجع أحسن من الأول. لكن أحمد فتوح صعب يرجع. أحمد فتوح اللي بندعيله بس صعب يرجع زي الأول. أحمد فتوح لو هنفترض إن هو لو أخد براءة، ده مستحيل تحصل، لكن هنفترض إن هي حصلت، فأحمد فتوح نفسيته صفر. الكلام ده مش جاي من عندي، الكلام ده جاي من على لسان أحمد فتوح. لعب واحد السيد، أحمد فتوح ذات نفسه قال لعب واحد السيد، قال له أنا كل يوم بشوف الحادثة بتتعاد قصادي، انا بموت كل يوم. بعيد عن اي حاجه، بعيد ان هو بيشرب حشيش ولا هو نفسيته وجعاه وتعبان بسبب ان هو اتسبب في موت حد. يا جدعان كبيره، انت عارف ان انت بتبقى قاعد وفيك اللي فيك، وفي نفس الوقت انت كمان متسبب في موت راجل عنده عيال وزوجه واسره وبيت واهل. فدي تعبه نفسيه احمد فتوح بدرجه كبيره جدا. فربنا يعدي ايامك على خير يا فتوح، ربنا يصبر اهل الشهيد من الشرطة. لكن احمد فتوح صعب ياخد براءة، مستحيل ياخد براءة. ضيعت نفسك فتوح، ضيعت نفسك. انا زعلان عليك، انا زعلان انا مش عايز اجي عليك، وفي نفس الوقت لازم اجي عليك، لازم اجي عليك. انت قتلت روح، موتت روح يا احمد يا فتوح. كده زعلان عليك. موهبة، انت افضل باك في افريقيا، افضل لاعب في منتخب مصر. مش عارف اقول ايه. بجد يا جدعان الموضوع دوت مأثر في نفسيتي انا ذات نفسي، يعني انا ذات نفسي مخنوق عليه. احنا ما عندناش احنا كل حاجه اللي احنا ندعي لك، حتى لو مش هترجع تلعب كوره تاني، بس ربنا يعدي ايامك على خير، ربنا يعدي ايامك على خير يا فتوح. وبس. سلام.